أكبر شهادات البنك الأهلي وبنك مصر لعام 2026. بيعلن بنك مصر والبنك الأهلي تعديلات على عوائد شهادات الادخار بالجنيه المصري، تشمل تعديلات على الفايدة الثابتة والمتغيرة واللي بيتم صرفها شهريا، إضافة إلى شهادات وأوعية ادخارية. إيه هي قيمة شهادات بنك مصر بعد خفض سعر الفايدة الأخيرة من قبل البنك المركزي. أول شهادة معانا النهاردة وهي شهادة اسمها شهادة القمة، بيتم تخفيض العائد فيها بقت 16%، وكانت الأول 17%. شهادة ابن مصر ذات العائد السنوي المتناقص كانت تبلغ نسبة الفايدة 20.5 السنة الأولى، و16 وربع في السنة الثانية، و13 وربع في السنة الثالثة. شهادات البنك الأهلي بعد خفض سعر الفايدة الأخير من قبل البنك المركزي، الشهادة البلاتينية بعائد متدرج المعدل 21% في السنة الأولى، 15 وربع في السنة الثانية، 12 في السنة الثالثة. شهادة 3 سنوات العائد 22% في السنة الأولى، و17.5 في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة. شهادة 3 سنوات والعائد سنوي. بالنسبة للشهادة العائد الشهري وبيكون 3 سنوات بقى معدل العائد 16%. وبكده نكون اتكلمنا عن كل التعديلات وانخفاض الشهادات، شهادات البنك الأهلي وبنك مصر في البنوك المصرية.